صح قاعدين قدامك عايشين بس ميت من جوا، ميتين احنا. يعني احساس بينا ماكو، احساس بينا ماكو، ميتين من جوا. بيها طلعتها من باب المطبخ، طلعتها وقعد. اللي دا يطلع بس اللي يريد يخلص نفسه، اللي يطلع يدوس عليها يدوس عليها. الرجال كلها متورمين هسه. اني حضنت زوجتي وقمت اسحبها، ما تقدر تمشي من ورا الفستان مالها، قمت اسحب. وبليلة الزفة يطلع بيها. ليش؟ شو مسوي نحن؟ وليش بس بينا صار هذا الشيء؟ خلص يعني ما نقدر نعيش هنا، ما نقدر نعيش هنا. يعني كل ما نريد نفرح يطلع شيء بوجهنا يسد الفرحة مالنا. فأحسن شيء يعني نطلع، ما نبقى هنا. هنا راح 10 نفرات راح نقعدها، قرايبها أمها. قال ريفان أنه خسر 15 فرد من عيلته في الحريق المأساوي، مشيرا إلى أن عروسه حنين لا تستطيع التحدث بعد فقدانها 10 من أقاربها بمن فيهم والدتها وشقيقها، كما أن حالة والدها تعتبر حرجة للغاية. وعن سبب الحريق قال ريفان: قد يكون هناك تماس كهربي، لا أعرف من أين بدأ، لكن أعتقد السقف حيث شعرنا بالحرارة. وتابع: سمعت صوت طقطقة، نظرت للسقف المصنوع بالكامل من النايلون في الذوبان، ولم يستغرق هذا الأمر سوى ثواني معدودة. وأشار أنه أثناء الرقص انقطعت الكهرباء فجأة، وعندما عادت رأيت النار تشتعل في السقف ليبدأ الناس بالصراخ والهروب. العروسين وأقاربهم وأصدقائهم بالعرس التهم الحريق كل شيء بما فيهم جثث المتوفين اللي لقوا مصرعهم إثر اختناقهم وإصابتهم بحروق بالغة ناتجة عن الحرق. وعلى الرغم من نجاة كل من العروسين حنين وروفان، إلا أنهم فُجِعا كما المئات من المعازيم بمقتل أفراد من عائلتهما. وظهر العروسين خلال تشييع الضحايا في انهيار شديد جدا، إذ بدا العريس منهارا باكيا فيما تمر توابيت الضحايا بجانبه خلال التشييع الذي حضره المئات في العراق. وإنا لله وإنا إليه راجعون.